اليوم غنهضروا على الانتحارات، على الانتحار، على الإنسان اللي تيقتل نفسه بنفسه. الانتحار مشكل كبير، علماء النفس وحلوا فيه. الشرح ديالو باش يشرحوا النفسية ديال داك الإنسان اللي تينتحر صعيب باش يشرحوها، لأن الوقت الإنسان من تيخمم غير ينتحر تيكون وقت وجيز، ما تيكونش بزاف. ماشي 3 سنين هو تيفكر غير ينتحر، ولا 4 سنين ولا 5 سنين ولا 6 سنين. هذاك الانتحار تيجي في واحد الوقت وجيز، تطيح الفكرة على الواحد وتينوض وتيدير شي مصيبة اللي تيقتل فيها راسو. الانتحار في جميع الديانات السماوية محرم. الانتحار أو المنتحر لما تيموت، كاين بزاف ديال الفقهاء وبزاف ديال العلماء اللي تيقولوا بأن الإنسان اللي تينتحر ما بقاش عنده حق في الدنيا، ما بقى عنده حق مع الله ولا مع الدين ولا مع حتى شي حاجة. والعقاب ديالو أن الجثة ديالو تتحمل وتخرج من الدار، وكاين اللي تيخرجوها من الباب، كاين اللي تيخرجوها من الشرجم، كاين بعض الناس يخرجوها من السطح وتيرميوها في ديانات أخرى، وتيهزوا جوج الناس وتيديوه للروضة، ما تيقولوا لا لا إله إلا الله ولا محمد رسول الله ولا شهادة ولا قرآن، تيمشيو به صامتين ساكتين. والأغلبية تيقولوا فقهاء خصو يتدفن في الليل، يمشيو ساكتين وصامتين وما يقبلوش، لما يدفنوه ما يقبلوش، ما يديروش بحال القبور الاخرين مقبل، ما يقبلوش ويدفنوه ويرجعوا ساكتين. وكما تيقولوا ما يديروا ليه العشاء، ما يقراو عليه الطلبه، ما حتى شي حاجه. هذا هو المنتحر. حتى في الديانات الاخرى، الديانه المسيحيه وفي الديانه اليهوديه، المنتحر لا حق له. عفوا. المنتحر لا حق له بالجنازه، ولا حق في أن يقرأ عليه القرآن، ولا أن تقرأ عليه التراث، ولا أن تقرأ عليه الإنجيل، حتى شي حاجة على المنتحر، حتى شي حاجة. علاش؟ لأن الإنسان اللي تنتحر أنه إنسان تيقول الله سبحانه وتعالى هاك الروح ديالك. الله سبحانه وتعالى نهار خلق الإنسان، والله تيقول صنع الإنسان ونفخنا فيه من روحنا، أي الروح اللي عندنا حنا نفخ من الله، روح القدس، روح الله، ونفخنا فيه من روحنا. ربنا ما خلق الانسان وبغى يحييه، نفخ ليه من الروح ديالو، الروح ديال الله سبحانه وتعالى. هو هذا المنتحر اللي تنتحر تيقول الله سبحانه وتعالى هكا سيدي الروح ديالك ما بغيتهاش، ما بغيتش الروح ديالك. والمنتحر اللي تنتحر ديما من تنتحر تيقول الموت ديالي غنعاقب بها الناس اخرين، نعاقب بها والدية، ولا نعاقب بها دارنا، ولا نعاقب بها المجتمع، ولا نعاقب بها كذا ولا كذا. تيبغي يعاقب بها الناس، زعما انا غنتحر وانتم غتعاقبوا، غنبقى فيكم وغادي تندموا، وغتندموا واحد ما درتوش ليا وما درتوش ليا ما درتوش ليا. الانسان اللي تنتحر تيظن بانه بعد الانتحار غيشد حقه، بالانتحار غيشد حقه. لما انتحر زعما غادي يشد حقه من بعد، غادي توصل ليه شي حاجه ولا شي حاجه غير بحال ولا شي حاجه. انا سمعت بعض الطلبه، الناس العاديين، الطلبه اللي تيمشيو المناسبات، بعض الاحاديث ديالهم الدينيه، تيقولوا الروح الطيبه تخرج من الانسان الطيب المؤمن كما يخرج الشعر من العجين، زعما ساهله. والروح الخبيثه وتتبعوها بيعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الروح الخبيثه يعوذ بالله تخرج من الانسان كما يخرج الصوف من السدر، اي السدر في ربيع في الشوك، غنحيدو منه الصوف، صعيب باش نحيدوه. وتنقول انا هنا، انا ماشي فقيه وماشي عالم، تنأكد للناس وتنقول انا وانا مسؤول على كلامي، الروح ما فيهاش الخبيثه وما فيهاش الطيبه،
الله سبحانه وتعالى قال ونفخنا فيه من روحنا. الروح ديال الله، الروح ديال الله تمشي عند الله، فاش خبيثه ولا طيبه ولا كذا. النفس الخبيثه ولا النفس الطيبه اياه، اما الروح ديال الله سبحانه وتعالى. والانسان اللي تينتحر تيحيد ديك الروح، تيحيدها وتيرميها، تقول هاك ربي ديالك ما بغيتهاش وما عندي ما ندير بها. وكاين الناس اللي تينتحروا غير التسرع، تيطلع عليه الدم وتيتسرع وتيدير شي مشكله. وكاين الانسان اللي تيهدد بالانتحار تيبقى يهدد غير ينتحر، بحال تيطلعوا فوق شي بوطو ولا تيطلعوا في شي حاجه ولا فوق شي عماره وتيهدد بالانتحار، والناس هدا ما هدا هدا ما هدا، وتيبقى هو براسو بين الشدي والرد، واش نديرها ما نديرهاش، نديرها ما نديرهاش. في واحد الوقت تيديرها عن لا وعي، تيديرها تيولي مصيد فيها، ربما تيقول غنطيح ولكن راه ما غنموت، قد نتهرس وغيداووني ويعطوني حقي، تيولي ميت، تيمشي خلع. لأن المنتحر هو الموت، هو اللي غنقولوا مات جيفة. إذا تيموتوا الناس حلال هو بحال البهيمة تيموت جيفة، حيت ما صالح والو اللي منتحر. إن الله ما عطاناش حنا غادي نعيشوا مئات السنين أو الآلاف السنين باش غنعيوا من هذه الأرض وغادي ننتحروا. مدة قليلة، مدة قليلة. الواحد من تيكبر تيدير عقلو تيوصل 30 تلقى ليه شي مدة قل من داكشي دوز 30 اخرى ولا ما كاملاش ولا هادي وانتحر. الانسان عليه بالصبر، اي حاله خص يكون فيها الصبر وما انتحرش. الجوع وما انتحرش، القهر وما انتحرش، العذاب وما انتحرش، حتى يدي الله الروح ديالو بيدو. ماشي الانسان هو يرمي بالروح ديالو ما بغاهاش. وشفت انا بعض المواقف خايبه ديال الانتحار. انا نعطيكم واحد القصه واخا هي مؤثره. واحد السيد خدام في هولندا ومرته ساكنه في المغرب مع امه وعندها وليداتها، وهما ناس متشددين، ناس بلا ما نهضر على المنطقه ديالهم، ناس من نواحي وجده، ما نقولش بالضبط فين حسب البحث اللي درنا فاش كنا حنا واقفين هذه القضيه. كنت خدام ديك الساعه وشفت مراه انتحرت واحد الانتحار خبيث وخايب وما يصلحش. شنو دارت هذه المراه هذه المراه مرضات وعيطت راجلها في هولندا، وهذاك راجلها ما داهاش لهولندا، مخليها مع ولادها، 3 البنيات ووليد، الوليد كبير والبنات صغار، 3 البنات. وديك المراه اي حاجه تبغي ديرها تتصل براجلها، اي حاجه ما عندهاش حريه وما تدخلش من الدار. بحال غنقولوا دوك مراه حاجبه حجبها هو، امه هي اللي تتسخر تجيب لها هذه وتجيب لها هذه، تمشي امه تجيب لها كذا وتجيب لها كذا. واحد النهار مرضات عيطت ليه قالت لي انا مريضه، وعيط لمو قال لمو ديها للطبيب يشوفها الطبيب باش مريضه. طبيب ولا قال الطبيبه ولا شوفها. امو من داتها مشاو عند واحد الطبيب جينيكولوج اللي مكلف بامراض النساء، راه معروف جينيكولوج. داتها وشافها الطبيب ورجعت للدار، عيطت راجلها قالت لها شافني الطبيب اش قال لي؟ قال لي لا مشيتي عند الطبيب وتفتحتي قدام الطبيب وتعديتي قدام الطبيب وكنت تمشي عند الطبيبه، راجل مكلخ متشدد من ذاك النوع المكلخ. علاش مشيتي عند الطبيب؟ كنمشي عند الطبيبه وما كنتيش تمشي عند الطبيب. قالت لي يا ودي انا امي دخلت معايا، قال لها والله انت دابا حرمتي عليا ومن غنجي خصني ندير الحلال بك ولا نجري عليك، الطبيب تكشف عليك والطبيب شافك والطبيب ما خصوش يمسك وما خصوش يشوف وجهك وكذا كذا كذا كذا. المراه ذاك الغوات امو تا هي قالت لي علاش انت ما قلتيش هذا الشيء وعلاش كذا. دارت واحد القنبه في دارها وطلعت من السطح ودارت واحد الضوايه وتعلقات وانتحرات. السبه اللي كانت تسبها راجلها والدليل اللي تيهددها. علاش بغيت نقول لكم هذه القضيه الاخر ديالها هو اللي خايب. حنا عند دوك الناس مع الخمسه عيطوا لنا حنا بوليس وجينا لعين المكان مع هاد 5 د العشيه وشفنا ديك المراه معلقه ودرنا المعاينات اللازمه وهبطنا ديك المراه من تما. الناس اللي مكلفين موالين لامبيلونس هبطوا المراه، لامبيلونس ديال الاموات، سياره الاسعاف اللي تنزل الاموات، سياره الاموات جاو دخلوا هبطوا ديك المراه وحنا مهبطينها في الارض. وجات الطوموبيل الروض،
وهابطه بنتها صغيره تجري من الروض لما شافت طوموبيل البوليس بنت صغيره عندها 6 سنين وتتقول ماما 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 ماما. قلنا شكون ديالك بنتها؟ ضربت كل شيء في الزيرو، ضربت وليداتها، ضربت راجلها، ضربت ديك العجوزه اللي معاها، ضربت ديك البنيه اللي جايه من الروض. احنا ما لقينا ما نديروا مع البنت، كل شيء داخل كل شيء وقف. جدها تشدها تقول تلقى مني فين يا ماما فين يا امها مغطينها قدامها، هي تتشوف حنا ما قدرناش نعري امها وهي تجري وصدها تقول ماما ماما تدخل الكوزينه. كرهت من ذاك النهار الانتحار واللي انتحر والانسان اللي مد يده الانتحار، كرهت. وعرفتي ما لقينا ما نديروا. حنا كملنا خدمتنا ومشينا، ولكن في عقلي ديك البنت اش غيقولوا ليها عباد الله؟ حنا هزينا المراه وديناها، وهي باقا تعيط ماما ماما. شنو غتقول لها جدها؟ اش غيقولوا لذاك المكلخ ديال راجلها اللي الحمد لله حنا كنا خدام فيك القضيه. دازت واحد اليومين وتمكنا نتصلوا به واتصل بينا، ديك جداتو دوك المراه عطاتو التليفون واتصل بينا، وكنت انا في المكتب وكتب الناس اللي جديت التليفون وجاوبته قلت يا سيدي راه مرتك ماتت ولا انتحرت حيت انت هددتيها وحيت انت بغيت نحمل المسؤوليه باش تجرح في قلبه، حيت انت هددتيها وانت قلتي له تمشي عند الطبيب ما مشاش عند الطبيبه، وانت اللي قلتي لها حرمتي عليا، وانت اللي قلتي لها كذا، وقلت ليه بنتك جات تجري من الروض، بنتك جات تجري من الروض وتقلب عليها وهي ناعسه ومغطيها بيزار. افكاركم والتشدد ديالكم الاعمى والمخ ديالكم المكلخ خرجتي على كل شيء. شافها الطبيب ما شافها الطبيب ما شافها الطبيب. وهذا الشيء تنهضر ديما عن الانتحار، وان الناس اللي تنتحروا واللي كثر هاد الايام هنا وهنا لاسباب تافهه. تنتمنى غير شي واحد. انا نشرت واحد البرنامج، واحد الراجل غني كبير لا باس عليه في امريكا وخسر الفلوس ديال الشركات وداو للمحكمه وكلا واحد الكينه ديال السم وانتحر، وجات معاه ومشات ليه من يدو ما عرفت 80 مليار ولا ما عرفت شحال مشات ليه من يدو، ما بقى عنده والو عندك واليوم تينتحروا الناس على شي تخربيق خاوي. شي وحدين دابا ولاو باش يحضوا حقهم من الدوله، باش يحضوا حقهم من شي ظلم تعداو ليه، عاود ما يكافح حتى الاخر ويجري حتى الاخر ويتسد باب يحل الباب ويسد باب يطلع فوق شي بوطو ويبقى شاد في البوطو والو. عطوني حقي. واحد خينا بغى وحده يتزوج بها ما بغاوش، قال لي والله يا ما تجيبوها لي هنا تقول لي هذا تنصوتي هذا من الفوق. كنت واقف ديك الساعه تنشوف فيه تيقول لي والو جيبوا لي عائشه ولا ما عرفت سميتها تجي من هنا وتقول لي انا غنتزوج بك، وتقول لي امو تقول راه ما بغاوش والديها وتقول لا جيبوا لي. وبقيت تنقول في خاطري نيت هذا كون غير سلطانيت كون غير نقدرش يصلح بحال هذا النوع اللي تيفكر في الانتحار. اللي تيفكر في الانتحار هو ضعيف الشخصيه، ضعيف عنده شخصيه ضعيفه، تيخاف من المواجهه، يواجه مشكلته يواجه حياته يواجه المصائب اللي عنده وتيتجه انتحار وتيكحلها مع العبد ومع الله وتيخلي عائلته الخزي وتيخلي عائلته يهضروا فيهم الناس وتيخليهم يحسبوا. ورا الدين ديالنا انا هذه القضيه ديال الانتحار ما اعرفه انا، ذاك السيد انا ما خصوش نصليو عليه، انا ما تيصليوش عليه وما تيديوش الجامع وتيديوه جيفه يرميوه في شي حفره لانه هو اولا تيقول ربي هاك الروح ديالك، ثانيا تيبغي بديك الموت ديالو يقهر الناس وبديك الموت ديالو يعذب الناس وبديك الموت ديالو يكرفص وينتقم، تيبغي ينتقم بالموت ديالو ينتقم من الناس وتيدرك حلا زحله وما تينفع والو وما تيصح ليه حتى حاجه وما يلا تيضرب دوك العائله مساكن اللي تيبقى يتبكى ولا وليداته ولا مراته ولا كذا يبقاو يتبكاو. الانسان يوصل فين ما وصل في الحقره، وصل فين ما وصل في الفقر، وصل فين ما وصل باي حاجه ما ينتحرش اذا ما خممش للدنيا وما خممش للمجتمع وما خممش لهضره الناس، يخمم الله سبحانه وتعالى، لان الله تيكره والنبي تيوصل هذه القضيه ديال الواحد يقتل نفسه بنفسه، تيكره هذا الشيء هذا. وكما قلنا الروح ديال الله ونفخنا فيه من روحنا، وهذا الروح هو تيشدها وتيرميها هاك روحك، كيف بحال تيقول الله ما بغيتش هذا الروح ديالك، ما بغيتش انا هذا الروح ديالك. تيموت كافر اللي تنتحر يموت كافرا، كيما بغى يكون المشكل اللي عنده وكيما بغى يكون المشكل اللي عنده تيموت كافر. والكافر ما نصليو عليه من نرحموا عليه ما نقراو عليه القران ما حتى شي حاجه. نتمنوا من الله هذه الرساله توصل للناس، ونتمنوا من الله
الناس اللي تفكروا هذا التفكير ديال الانتحار يعرفوا بان راه واحد العمل قبيح مع الله وقبيح مع العبد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.